نحن عرب مصريون ونفتخر بذلك. جملة أي واحد فينا ممكن يقولها من غير ما يحس إنه قال حاجة كبيرة، وده بالظبط اللي خلاني أعمل الفيديو ده. بص يا سيدي، أنت كاتب نحن عرب مصريون ونفتخر بذلك، تمام؟ خليني أمسك الجملة دي زي ما هي وفكها من غير ما أزود ولا نقص حاجة. أنت ما قلتش أنا مصري وبفتخر، ولا قلت أنا مسلم ومطمن. أنت قلت بالترتيب عرب وبعدين مصريين وبعدين نفتخر، وده ترتيب مش عشوائي، وده اللي أنا واقف عنده. خلينا نكون واضحين، لو الفخر بالعروبة فخر لغوي تمام، اللغة أداة. لو الفخر ديني، الإسلام دين عالمي و80% من المسلمين في العالم مش عرب أصلا، يعني الفخر ده مش محتاج عروبة. يبقى السؤال الطبيعي، أنت فخور بالعروبة ليه قبل ما تكون فخور بمصريتك؟ العروبة في مصر ما دخلتش من الشارع، دخلت من فوق. جيش دخل، دولة قامت، لغة إدارة اتفرضت، ونظام جباية اتبنى. يعني العروبة دخلت مصر كهوية سلطة مش هوية شعب. والمصري وقتها ما كانش عنده رفاهية يختار هوية، كان قدامه اختيار واحد، يا إما تبقى قريب يا إما تدفع أكتر وتتشد أكتر وتتراقب أكتر. وده مش عيب ولا شتيمة ولا خيانة، ده سلوك أي شعب تحت حكم إمبراطوري. ومع الوقت اللي كان تكيف بقى عادة، والعادة بقت طبيعة، والطبيعي يتحول لفخر. فبقينا نسمع الجملة دي من غير ما نسأل ليه عرب الأول وليه مصريين بعدين. بعد دخول الإسلام مصر بحوالي 270 سنة، أكتر من 3/4 المصريين كانوا لسه مش مسلمين. يعني لا العروبة ولا الإسلام دخلوا مصر فجأة، ولا بقى هوية شعب مرة واحدة. الدخول كان بطيء وتحت ضغط اقتصادي واضح. فلما تيجي تقول نحن عرب مصريون ونفتخر بذلك، أنا مش بقول لك أنت غلط، أنا بس بسألك هل الجملة دي اختيار واعي ولا ترتيب قديم اتحفظ عشان كان أأمن؟